السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا برنامج مسابقات، تشارك معانا؟ لا اسف مش عايز اشارك. ليه معلش، طيب؟ زعلان ومتضايق. ما هو انت متضايق، احنا نازلين اصلا عشان نفرح الناس. في ايه بس مالك يا عم؟ ده احنا في رمضان. زعلان من الدنيا بصراحة. عم الدنيا ليه يا عم؟ الدنيا حلوه وجميله وكل حاجه تمام. لا ما هو انا يعني ايه تعبان، يعني نفسيتي تعبانة شوية. مالك طيب يا عم؟ احكي لنا اخوك. يا ما هو عم مفيش- لو عاوز نقفل الكاميرا واقفل التصوير كله مفيش اي مشكله. مفيش داعي تقفل التصوير ولا حاجة، بس انا نفسيتي تعبان يعني من موضوع كده. شخص كان في حياتي وخرج منها، فنفسيتي تعبانة شوية. يعني كان في شخص في حياتك عزيز عليك يعني وخرج؟ كنت بحب واحدة. واحده؟ اه خطيبتك؟ كنت اخطبها. كنت هتخطبها يعني؟ طب ايه الموضوع طيب؟ فاهمني يعني. غدرت بيا. غدرت بيك؟ شافت البديل. الموضوع كله بدأ بيت بنت في كلية آداب هنا في المنصورة. يعني هي كانت بالنسبه لك ايه طيب؟ وايه اللي حصل؟ هي كانت انا كنت بحبها وهي غدرت بيا للاسف، وشافت البديل. مع اول حد اتقدم لها وافقت عليه. وهي كانت مع الشماك؟ هي كانت قايله له انا هستناك، وانا كنت شغال شغلانتين كمان عشان خاطر يعني ايه قعدتها جنبي ما تطولش، فهي غدرت بيا. طب ما هي ممكن مفكراك ان انت بتتسلى مثلا. لا مش بتسلى، انا مش بتسلى، ما كنتش رحت لها لحد البيت مرتين. ممكن نفرحك يعني بالجايزه دي. وانا مش عايز اشارك. بحاول اخفف عنك اهو. ما هو خفف عني، هوصل رساله بس لشخص كده اذاني يعني بصراحه. بالكاميرا قدامك يعني، لو عايز توصل له الرساله دي تعالى وصلها له. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، اللي هي اللي عملت فيا يترد فيك. انا صعبان عليا نفسي والله بجد من اللي حصل. انا بسببك شغلي اتدمر، حياتي كلها اتدمرت بسببك انت. يا عم الحياه بسيطه خالص، انت ممكن تشتغل تاني وترجع تاني ما هو انا الدنيا شغال سهلة. عادي، انا شغال عادي وكل حاجه، بس هي ما بتفرقش بالي. وانا عاوز اقول لك يعني كلمه، الحياه ما بتقفش على حد، وهي لو هتقف فهتقف على شغلك. يعني انت من غير شغلك مش هتقدر تعيش، فاهم؟ انا عايز بس اقول لها حاجه. انت قسما بالله خليتيني ما عدتش بثق في حد خالص تاني. اي حد دلوقتي بيعاملني كويس بقلق منه، يعني من الاخر ما عادش عندي ثقه في حد. دلوقتي بشوف اي واحده ماشيه في الشارع والله بخاف منها. يا عم انا عاوز اشوف ضحكتك يا عم بس، مش والله أكتر. بقلق منها. اي واحده دلوقتي ماشيه في الشارع بشوفها بقلق منها. يعني ضحكتك الحلوه دي، اضحك يا عم، اضحك يا عم، ده الحياه والله بسيطه. الحياه بسيطه. روق بالك وصلي والله انا بصلي باذن الله ربنا يسهل لك كل خير. هي ممكن تكون بتشوف الفيديو ده، تمام؟ انت وصلت لها الرساله، وصلت لها. هي شافت الفيديو وحبت ترجع لك، هترجع لك. سيبها تكمل حياتها مع الانسان اللي هي عاوزاه، وانت كمل حياتك. هي ما بتقفش على حد، هي شافت حياتها خلاص. هي شافت حياتها، انت بقى شوف حياتك. بس هي لو عايزاك وبتشوف الفيديو ده هترجع لك. المشكله هترجع بعد فوات الاوان. لو رجعت ترجع بعد فوات الاوان خلاص بقى. انا متدمر من جوايا والله. على العموم انا مش عاوزك تزعل، وحاول تقرب من ربنا والله أنا بصلي وما بسيبش فرض. انا خريج ازهر كمان. يا عم انت اخويا، وسيبها لله. ونعم بالله.